بقول لك يا كريم يا ابني، عايزك تنزل البواب اللي تحت ده، قول له ما يتعشاش النهارده، يطلع يتعشى معانا. ليه كده؟ ايه اللي حصل يعني؟ الراجل شقيان وتعبان معانا يا ابني، لازم نبص له يعني ده، وبعدين ده عشا يعني كلام فاضي. انزل بس قول له ماشي بسرعه ما تغيبش. بقول لك يا سلمى يا بنتي. نعم يا بابا. عايزك بقى ايه، تطلعي لي حته الجبنه القديمه بتاعتك وشويه زيت الزيتون والقطه الطرنشات والخيار اللي انت بتعمليه دوت، وتجهزي لي كده ايه عشوه حلوه. ده ليه ده يا بابا؟ عشان الباب طلع يتعشى معانا. على مشي يا بابا وعش. امال ايه يا بنت؟ ما هو ده تلاقيه بياكل اصلا 24 ساعه مشي وعيش، امال اجيب له ايه؟ فراخ ولحمه يتعود عليهم، بعد كده يجيب منين؟ مين ده يا بابا؟ ده البواب اغنى مني ومنك. مين اللي قال الكلام ده؟ انتوا ما تعرفوش حاجه، اعملي بس اللي بقول لك عليه، شويه مشي حلوين بزيت الزيتون وزي ما قلت لك كده. خلاص ماشي يا بابا اللي انت شايفه. ماشي. انت عارفه الراجل دوت راجل سكره يتحط على الجرح يطيب كده. انا ما اعرفش انت اصلا جايب له الحاجات دي كلها ازاي. يا بنت راجل ملياردير زي دوت كده هنخش عليه فاضيين، وبعدين ده انت اصلا هتلاقي قلب الدنيا جوه بقى، يشي لحمه محمر ومقلي ومشوي، هتلاقي خرب الدنيا جوه. ماشي، طب ما هو عارف ان احنا عشرنا على قدنا يعني، ما كانش ينفع تجيب له الحاجات دي كلها، كانت حاجه ابرك من ده كله. لازم يعرف برضه ان احنا عينينا مليانه برضه يا بنت الناس. ماشي اما نشوف. ده راجل كويس قوي يا حاج هاني. طيب ايه يا عصفور يا ابني؟ يا حاج هاني ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ حبيبي يا حاج، ده حاجه بسيطه بس ايه كده. حاجه بسيطه ايه يا ابني؟ الكلام ده كله يا ابني؟ ما انا عازمك يا ابني عشان خاطر توفر حاجه، تصرف المصاريف دي كلها، والله حرام لو عليك كان يا معايا ابني. فلوس اكتر كنت جبت لك اكتر، يعني انا عايز اقول لك ان انا يعني مبسوط طاير من الفرحه ان انا جاي لك. ربنا يبارك لك يا ابني، بس مش كده يا ابني بالطريقه دي. هات يا ابني عنك، هات. مش مقامك والله يا حاج. هات يا بنتي، هات السبت ده، هات كل دي يا ابني مصاريف يا ابني. ده حاجات بسيطه كده يا حاج. لا حول ولا قوه الا بالله. خش يا ابني، خش يا ابني، خش يا بنتي، خش. شرفت ونورت والله، شرفت ونورت. انت شكلك هتطلع اغنى مني زي ما البت بتقول ولا ايه؟ بنت يا سلمى. الله بص الراجل عامل ازاي. بصي الفلوس برضه بتغير، الفلوس بتعمل كل حاجه. بصي شاشه 62 بوصه وتكييف، التكييف ده اصلا لوحده يخش في 40,000 جنيه لوحده التكييف. ربنا يزيدهم يا عصفور، ما تبصش لحاجه حد. هو انا ما ببصش، بس انا انت بص الهدوم من كتر الهدوم ملبسانا للمروحه. معلش يا عصفور خليها عليك. شفت الحاجات اللي جايبها قد ايه؟ ايوه يا بابا، امال ايه ده؟ انا قلت لك اغنى مني ومنك. انا ما اعرفش، ما كنتش اعتقد كده خالص. طب بقول لك ايه، طب بعد ده كله انت هتقدم له المش؟ امال هقدم له ايه يعني؟ ما هو اللي موجود. لا يا بابا طبعا ما ينفعش. هينفع؟ مالكيش انت ده، هو اصلا كده كده جايب الحاجه دي مش عشان اكل ولا شرب، هو الراجل كده كده بيعزني من غير اي حاجه. فاللي بيعزوا بعض دول مش فرق بقى اكل ولا شرب ولا الكلام ده كله، كلام فاضي عفان البطن. المهم في حاجات هنا انا شام ريحه فراخ ولحمه وبتاع، طلعها حطها في التلاجة عشان ما تبص، والحلويات دي اركنها على جنب، ما تحطهاش في التلاجة عشان ما تنشف. سامعاني ولا مش سامعاني؟ وجهزي يلا. مش خلصت ولا لسه؟ ايوه مخلصه جوه. طب يلا بسرعه كده، يلا فضي بس الحاجه دي بسرعه. ماشي. منورين والله يا جماعه، منورين. نورك والله يا عم هاني. دقيقتين بالظبط والاكل يجهز عصفور. والله ما كان ليه لازمه التعب ده يا حاج هاني. لا يا ابني تعبك راح. بس بالله عليك على السريع عشان ده انا سايب الباب مفتوح تحت. يا ايه الترابيزه البلاستيك اللي هو جايبها لنا دي؟ السفره اللي تحت احسن من دي. يا بنت الناس ديت ممكن تكون بتاعت السلطات او العصاير او الكلام دوت، ما تسبقيش كده. ده انت خيالك واسع قوي. انت راجل زي دوت غني زي دوت، يعني هتشوفي دلوقتي اللي هينزل لنا. هنشوف. خلاص يا سلمى يا بنتي. يا بابا الاكل اهو. تسلم ايدك. ايوه كده. انت مش هتقدم لنا بابا ولا عصير ولا بيبسي ولا اي حاجه؟ عصير وبيبسي ايه؟ هما كوبايتين ميه بسكر دوبيهم كده، وانا بعد ما ادخل الاكل اجيبهم. طب اعمل لهم حتى شاي. شاي سهر. الناس دي ملتزمين قوي، الناس دي بتنام بدري وتصحى بدري. بابا ما ينفعش يا بابا، يبقى الحاجه اللي هو جايبها بره. يا بنتي قلت لك الراجل ده بيعزني، ما يفرقش معاه اكل ولا شرب ولا الكلام ده. نفسي الكلمه اللي اقولها تسمعيها، مش عارف انت ليه بتلوكي. ايه ده؟ والله ما كان ليه لازمه التعب دوت يا حاج هاني. لا يا ابني ده حاجه بسيطه كده. بقول لك انا هسيبكم انا بقى واطلع عشان ما تتحرجوش. ماشي يا ابني؟ ماشي يا حاج. بقول لك ايه يا حاج لو سمحت، ده ايه ده؟ ده جبنه قديمه يا ابني وطماطم وخيار، وعارفكم انتوا بتحبوا الحاجات دي. وعيش طرى وعيش من الفرن، عيش كبير، جايب لك عيش من الكبير. يعني هو في اكل هيجي ولا هو ده الاكل اللي انت جايبه لنا؟ لا هو ده يا ابني العشاء يا ابني. في ايه؟ لا حول ولا قوه. دي لقمه هنا تكفي 100 يا ابني. انا هطلع بره عشان عارفكم انتوا بتتحرجوا من الحاجات دي. معلش يا حاج، يعني هو انت العادي عندكم كده ان انتوا بتاكلوا مشي في العشاء؟ لا يا ابني مش عادي ولا حاجه، بس انا عارفكم عشان انتوا البوابين يعني بتحبوا تاكلوا المشي والطماطم والحاجات الاكل الحرش اللي انتوا بتقولوا عليه دوت. يا حاج هاني اللي انت بتقوله ده احنا عشان بوابين ناكل مش. كل بس كل هيعجبك قوي غير اللي انت دقته اصلا قبل كده. دوق واكل مراتك. انا هطلع بره عشان ما تتحرجوش. شوف عشان تتبطر على اللحمه والفراخ اللي تحت حلو. ده راجل كأنه جايب لنا لحمه، بيقول لك خد كله ده مشي وحاجه نظيفه وبتاع. هتاخد بقى الحاجات اللي انت جايبها ازاي؟ حاجات اللي هاخدها احنا في اللي احنا فيه دلوقتي دوت، انا مش عارف اعمل ايه. ولو جه لقى الاكل كده ممكن يزعل ويقول لك ما كلوش. لا انا عن نفسي مش هاكل الاكل ده اذا كان لا. احنا تحت مش بناكله. لا انت لازم تاكلي بقى المره دي عشان يعرف ان احنا الموضوع عادي، فاهمه؟ وبعد كده احنا بقى ايه، انا غلطان ان انا جيت اصلا. يا سلمى الناس جم؟ جم.
ابوك نزل لهم الاكل طيب ولا عملتوا ايه؟ ايوه نزل لهم مش وخيار وقطة. مش وخيار؟ ايوه. ده الراجل جايب حلويات من تحت من الراجل لسه اللي واخد لكم حلويات ب 3000 جنيه. لا ده غير السمك واللحمه والفراخ اللي هو داخل بيهم. لحمه وسمك يا وكمان كريم الحمد لله على السلامه، انت غبت ليه كده يا الحمد لله على السلامه يا يابا. انت منزل للناس مش وخيار ايوه ما هو بواب هنزل له ايه يعني؟ هو إيه اللي هم بواب متعودين يعني؟ على الاكل ده يابا. ده البواب ده اغنى مننا يابا. ده جايب حاجات. ده الحلوان اللي تحت قال لي جايب واخد لكم حلويات بس ب 3000 جنيه غير اللحمه والسمك اللي انتوا بتقولوا عليها. ده جايب سمك كبير قوي وجايب حاجات. طب ما تقول لي نفسك يابا. طب ما نزلتلوش اكل نضيف ليه يا عم اللي بيني وبين الراجل ده مش اكل وشرب، الراجل ده بيعزني كده لله في لله، مش من غير اي حاجه، من غير اكل وشرب. بس مش هتتحسب كده يابا، يعني هيقول لك عازمنا وجايب لهم مش يابا. خليها على الله. ده هو ادخلوا هنا الشقه ده يزيدوا شرف. انت تعبان في دماغك، انت ما تعرفش حاجه اسود. مش عارف الثقه اللي انت فيها دي. بقول لك ايه، كل اي لقمه كده عشان جاي بقى، عشان ما يتقمص بقى مننا. الله المشي بتاعه جميل قوي الراجل ده. الف هنا وشفا يا ابني، الف هنا وشفا. الحمد لله. اتفضل يا حبيبي. ايه سفن ده؟ مش في السفن. لا سيفن يا ابني ماليش انا الحاجات دي ما بدخلهاش بيت، الحاجات دي بتجيب هشاشه في العظام. دي ميه بسكر عشان تظبط ايه، تروق دمك كده. ما بسكر امسك. انا مش دايق اتفضل. الحاجه اللي ما بسكر يا حاج. يا ابني مش شرط تكون دي مفيده عن الحاجه الساعه والحاجات اللي انتوا بتاكلوها، اللي بتاكل السنين وبتاكل العظم. اشرب. لا انا عايز ميه عاديه من غير سكر. اجيب لك ميه عاديه حاضر. بيعملنا ليه كده؟ الحمد لله يا رب. عصفور ازيك يا حاج كريم؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا استاذ كريم؟ الله يبارك لك. اتفضل يا ابني. معلش على اللي ابويا عامله معاك يا سلمى. سلمى تعالي شيلي الاكل ده. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ الناس لا، بتاكل يا ابني احنا لسه. فعلا كلنا فعلا. الله يبارك لك. شكرا يا على استاذ عصفور كريم. ابويا بس والله. هو نزل لكم الاكل ده عشان يعني ايه اللي هو ما فيش فرق بينكم يعني. وهو قال للراجل ده ليه معاه لا ولا اي حاجه والله يا هات يا جدعان. سلمى الاكل اللي انا جبته يا سلمى. يا ابني انت بتعمل ايه؟ هو ايه بيحب يا الحاجات دي، بيحب ليه الحاجات تحرمه دي. منها؟ بيحرموا منها ايه؟ الراجل مش قادر ياكل اصلا الاكل. انت ما انت جيت لقيت الاكل زي ما هو يا انا مش عارف ليه انت بتتصرف في ده. هو الراجل حابب، هو المدام بتاعته الاكل بتاعنا يا اخي. حقك على انا عصفور. حابب بالعافيه يا حاج هاني. انت جبت لي الراجل مش عايز ياكل بس مش عايز يقول لك يعني. انت ما انت خليك برضك شواف مع الراجل يعني. بس احنا هو في حد كلنا بيعزم حد على مشي احنا كلنا الحمد لله. وخيار يا وقطع. عم حقوق علينا، كان قصدي افيدهم. جايب لي تفيدهم ايه يا ميه، عم؟ جايب لي ميه بسكر. معلش يا عصفور حقك عليا يا عصفور. انت عارف الناس القديمه دي بقى كانوا باي لقمه بيمشوا الدنيا يعني. وبعدين يا عصفور انت مش غريب يعني. والله ربنا اللي يعلم يا استاذ كريم. انت والحاج هاني يعني ناس يعني بص في قمه الاخلاق والله. الله يبارك لك. دخلت عندكم الشقه هنا. انت راجل دي كفاية. محترم. انت راجل اه محترم. والله. وبعدين ده يعني انا الواحد مش هينفع يتكلم. ده انا جايب لكم زياره بره يعني معديه 600. يا عصفور هو اللي بيجيب حاجه ما بيقولش هو جايبها بكام. لا، عصفور لا. لو عايز الزياره خدها. احنا مش محتاجين زياره من لا، حد. مش قصدي يعني، قصدي عشان الكراتين يعني على جنب عشان ماشي يا عصفور انا فاهم قصدك يا عصفور. اللي انت ثواني بس اقوم اجيب لك الاكل يا عصفور. كانش ليه لازمه مكانك يعني. قلب بيتك. كان لازم اللي زي دولت كده لازم تدوس عليهم تعرفيهم ان احنا جايبين. وما فاكر الكراتين اللي بره دي فاضيه. ايوه فعلا عندك حق. شوفي بقى الاكل اللي هينزل دلوقتي. انا لو كنت أيوة. المفروض اصلا وانا داخل اصلا كنت بينت الحاجه دي. داخله انت حاطه لي السبت ومخبيهولي. بين الحاجه اللي جايبينها. هنشوف دلوقتي. شوفي دلوقتي لما يجوا.